قاعدة مش طايقة نفسي والجو برد جدًا، لقيت جوزي بيقول لي: "ما تقومي يا أختي تحضّري لنا العشا." قُلت له: "عشا؟ لأ باقول لك إيه، أنا مهدودة طول النهار في البيت، ده أنا قُلت لك اتغدى عند أمك النهارده." قال لي: "لأ اتصرّفي شوفي بقى أنتِ هتعملي إيه، لإن صاحبي السعودي هييجي يتفرّج معايا كده على الماتش وعايزين إيه، يعني تعملي لنا عشا." قُلت له: "طيب بُص هاقول لك على حاجة، ابعت الولد يجيب ساندوتشات." قال لي: "ساندوتشات مين؟ باقول لِك صاحبي السعودي، يعني تورّيهم بقى أكلاتنا كده المصرية، تعملي لهم حاجة يعني إيه، حاجة كده يتباهى بيها، يروح يقول لمراته أنا واكل أكلة مصرية كده حلوة." قُلت له: "أكلة مصرية باقول لك إيه، أنا ما ليش غير في الخفيف، لإن أنا أصلًا بردانة وسقعانة ومهدود حيلي طول اليوم في تنضيف البيت." وجِبت كده بعتّ الولد جايب نُص كيلو بانيه غسلته وقطّعته ونزلت عليه بقطعتين كده من الدهن، ونزلت عليهم كمان بإيه، بفصّين توم وطحنتهم كده في الكَبّة. وقبلها كنت جايبة كده بصل وفلفل أحمر وضربتهم كده وصفّيتهم وخدت البصل بس وسِبت المَيّة بتاعتهم كده على جنب، وبدأت أحُط كل البهارات بتاعتي بقى. حطيت إيه بقى، معلقة كبيرة بهارات فراخ وهتحط عليهم شوية كده من بصل البودر والثوم البودر وملح وفلفل أسود، وكمان حطيت بابريكا مدخنة بتفرق جدًا، جدًا، وبدأت أقلِّب بقى كل المكونات دي، وكان عندي كمان جوز الطيب كده كان في حتة صغيرة كده مبشورة، قُمت جاية حاطاهم وضايفاهم، وشوية كده من البقدونس وقلّبت كل المكونات الجميلة دي كده كلها مع بعض. عايز بقى إيه، يعني أكلة تكون حلوة وفي نفس الوقت إيه، بصراحة مش قادرة إن أنا أقف بقى أعمل حاجة في المطبخ، يعني أعمل بقى محاشي ولا أعمل الكلام ده، وبعدين ده عشا يعني. المهم يا جماعة عندي عصيان الشيش طاووق دي نقعتها أول حاجة كده في المَيّة، على بال ما بدأت إن أنا أعمل الكفتة بتاعتي، هنا شغّلت الفرن وبدأت أبِل إيدي بالمَيّة وأجيب كده عصايتين من بتوع شيش طاووق، وأبدأ أجيب حتّة من الكفتة وأبدأ إن أنا أمشّيها كده على الإيه، على العصيان بتاعتي، لإن العصيان دي مش تخينة، فبدأت أجيب كده عصايتين رفيّعين مع بعض. عايزة أقول لِك إن حتّة الدهن دي بتدّي طراوة للكفتة بتخلّيها حلوة أوي. ما عندكيش دهن حطي بيكنج باودر وحطي شوية زيت هيفتحوا كده المسام بتاع الكفتة. هنا كنت دخلتها الفرن ويا دوبك كده اتشمعت وخرجت وبدأت ان انا اسقيها بمية البصل بتاعتي بالفلفل وعليهم شوية ملح وفلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، وادخلها بقى الفرن تاني. عايزه اقول لكم الكفته دي يا جماعه ما خدتش وقت خالص خالص، وبنص كيلو من البانيه عملت الكميه الحلوه دي. طلعتها بقى ورصيتها كده على بقدونس، وهاحط بقى عليها إيه، اللي هتدّي لها بقى الروايح الجامدة دي كلّها، الإيه، الفحم بتاعنا بقى هيخلّي الكفتة دي في حتّة تانية. ممكن تعملي بقى أنتِ براحتك شوية مكرونة جنبهم، ممكن تحطّيها بقى تعمليها ساندوتشات في عيش طويل، زي ما أنتِ حابة، شوية رز كده بشعرية وشوية سلطة، اللي أنتِ حاباه اعملي جنبها. عايزة أقول لِك حلوة واقتصادية وطالعة طرية بقى وتحفة، زي ما أنتم شايفين كده. ما فيش بقى تسلم إيديك ولا إيه، بجد، بجد روعة جرّبوها.